رسميا المنتخب المغربي سيواجه منتخب تنزانيا في دور 16 يوم الأحد على الساعة 5 مساء، فكونوا في الموعد. منتخب تنزانيا منتخب محترم، لديه كل الإمكانيات، لديه عناصر جيدة جدا كما شفناه ضد تونس اليوم قبل البلاء الحسن. والحاجة الزوينة في هذا المنتخب هذا هو أنه كيخرج يلعب الكرة، وهذه نقطة إيجابية لصالح المنتخب المغربي، لأننا دائما ما كنلقاو مشكل ضد المنتخبات اللي كتلعب بدفاع متأخر، فكيكون عندنا مشكل. ولكن منتخب تنزانيا كيخرج يلعب الكرة ند للند، ما كيبقاش جالس قدام الشبكة، وبالتالي كنظن باللي اننا ما غاديش نلقاو مشكل ضد المنتخب التنزاني. يعني غادي يخرج يلعب معاك الكرة، خاصنا نخدموا ونقراو نقاط القوة ونقاط الضعف ديال المنتخب التنزاني باش نكونوا جاهزين ان شاء الله، تفاديا لأي مفاجأة. لأن في مباريات خروج المغلوب راه المنتخبات اللي كتكون دايرها في كرشك هي اللي كيخرج لك منها العجب، فعلينا أن نكون حذرين، حذرين ماشي حذرين. وكنتمناو التوفيق للمنتخب المغربي إن شاء الله. وخلونا الآراء ديالكم، شنو الرأي ديالكم في هذا الخصم هذا؟ هل هو خصم سيشكل خطورة، أم أنه يعني خصم متواضع وبإمكاننا يعني التغلب عليه؟ والسلام عليكم.